روماتويد حميل، ومن حساسية أنف وحساسية صدر وآلام في العظم في جسمي كله. حاليا بعد ما أخدت الجلسات حصل عندي تحسن. أولا حاسة الشم كنت فقداها بقالي 15 سنة، رجعت لي الحمد لله، وما باخدش علاجات بقى الوقت خالص، ولا أنف ولا صدر ولا روماتويد. يعني الحمد لله تحسنت جدا جدا على الجلسات. كنت بعرف انام بيه خالص، والله ما كنت بعرف انام، من عظم كل جسمي كان بينشر عليا، مفاصلي مش قادره احرك دراعي ولا قادره اعمل حاجه في البيت. وطبعا ده صعب على اي ست انها ما تقدرش تعمل حتى اكل لاولادها او لجوزها، يعني صعب جدا عليها، نفسيتها تبقى زي الزفت وتبقى في الحضيض يعني. لكن الحمد لله رب العالمين من ساعه ما خدت الاكسجين بقيت كويسه جدا، بقيت اعرف انام. وكنت بعمل دلوقتي اكلي، وممكن بقى دلوقتي انفض مثلا او اغسل او انشر، ممكن اعمل يعني شغل البيت اللي اي واحده ست تقوم تعمله بقيت اعمله. ما بقيت خلاص زي الحمد لله يعني زي الاول. لكن جت عليا فتره فعلا ما كنتش بقدر اعمل حاجه خالص نهائي، ولا اعمل حتى اكل، ولا ادخل المطبخ، ولا افتح الثلاجه، ولا اقدر امسك اي حاجه، ولا امسك المواعين، ولا اعمل اي حاجه. دلوقتي الحمد لله رب العالمين بعمل كل حاجه في بيتي، والحمد لله رب العالمين.